انا جاي اقول لك كلمه واحده بس. اترفدت فجأة من الشغل؟ ما تقلقش، تعال اقول لك تعمل ايه عشان تاخد حق. دي قانون العمل المصري مش سايب العامل تحت رحمة او مزاج صاحب الشغل. وده واضح فين؟ في المادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 2003 اللي بتحمي العامل لو اتفصل بدون اي سبب مشروع. يعني اعمل ايه؟ واللي بتقول لك ايه؟ انك لو اتفصلت من شغلك بدون انذار او اي سبب واضح، زي السرقة والغياب لمدة طويلة او الاهمال او اي فعل من اللي نصت عليهم المادة 69 من نفس القانون، انا سمعتك، هعمل ايه بقى؟ بيبقى ليك الحق انك تطالب بتعويض كبير. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ انا هقول لك بقى ازاي. بتطلع جري على مكتب العمل وتعمل شكوى رسميه هناك، بس خلي بالك لازم ما يكونش عدى على الفصل اكتر من 15 يوم. استغفر الله. ومكتب العمل بيحاول يحل المشكله دي مع صاحب الشركه بشكل ودي. طيب ولو صاحب الشركه شغل دماغه ونفخ صدره ورفض يسوي معاك، دي بلطجه اهنيك عليها. هنا الشكوى بتتحول للمحكمه العماليه. الخلاصه، لو اترفدت اول حاجه اوعى تمضي على استقاله، احتفظ بورقك، صور الانذار او رساله الفصل، وروح فورا مكتب العمل، لان كل ورقه بتفرق في التعويض. باي باي يا كوتش. لو عجبك الفيديو اعمل لي فولو، وما تنساش تجيلي في الكومنتات وتقول لي جاي في ايه.